أهلا وسهلا بكم في قناة كلمات. حلقة النهاردة عن الكاتب المسرحي جورج برنارد شو. هو كاتب مسرحي أيرلندي، ولد في دبلن عاصمة أيرلندا سنة 1856، وحصل على جائزة نوبل سنة 1925، واللي تردد في قبولها، حيث سخر من ألفريد نوبل مؤسس الجائزة، والذي جمع ثروته الكبيرة بسبب اختراعه للديناميت. كما قال إن هذه الجائزة ضوء نجاة يلقى به لرجل وصل فعلا إلى بر الأمان. ثم عاد فقبلها وقال إن وطني أيرلندا يستقبل هذه الجائزة بسرور، ولكن لا أستطيع قبول قيمتها المادية، وقام بالتبرع بها لإنشاء مراكز لنشر ودعم الأعمال الأدبية. أكمل برنارد شو دراسته الأساسية إلى أن بلغ سن 16 عام، ثم ترك الدراسة والتحق موظف في مكتب وكيل الأراضي. وفي الفترة اللي عاش فيها في أيرلندا كانت والدته بتشجعه على زيارة المعرض الوطني، وبعد أن انتقل إلى بريطانيا كانت بتشجعه على قضاء ساعات طويلة في المتحف البريطاني للقراءة والمطالعة. ألف برنارد شو أكثر من 60 مسرحية خلال حياته، وتنوعت أعماله الأدبية بين الروايات والقصص والمقالات والمسرح. من أشهر أعماله المسرحية مسرحية بيغماليون، والمستوحاة من الأسطورة الإغريقية اللي تحولت بعد كده لفيلم سينمائي، ونال السيناريو الخاص بالفيلم على جائزة الأوسكار عام 1938. اتوفى برنارد شو سنة 1950 في بريطانيا، تاركا وصية تقضي بتخصيص جزء من الثروة الكبيرة اللي جمعها لجهات بتعتني بالثقافة والفن والمسرح. والآن نترككم مع مختارات من أقواله، فلنتابع.